يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي في مطبخ مودي's كيتشن. وصفتنا لليوم وصفة جديدة وفيديو جديد. رح نعمل مع بعض حراق إصبع، وصفة كتير طيبة من بلاد الشام. يلا نبلش خطوتنا الأولى اللي هي العجينة. العجينة ما بدها كتير مكونات. أنا هون حطيت كوبين طحين وحطيت مي وحطيت ملح بس، ما نضيف ولا إشي. نلم كل العجينة مع بعض ونخليها ترتاح شوي، يعني يدوب 10 دقايق وبعدين نبلش نشتغل فيها. العجينة هاي يعني عجينة ما بدهش تخمير، يعني لأنه ما فيها خميرة. أوكي حبيبي، بس ارتاحت عندي العجينة بدنا نفردها على سطح المطبخ أو سطح العمل. بنحط كمية منيحة من الطحين، ما تخافوا حبيبي حطوا كمية طحين كتير لأنه العجينة هاي بدها طحين. أوكي، ونكمل وصفتنا حبايب قلبي. بنفرد العجينة هلا كتير منيح، ولازم العجينة حبايب قلبي بتكون كتير رفيعة. مهم جدا يا حبايبي إنها تكون رفيعة. أوكي، وإذا عندكم الماكينة تعون الباستا كمان بيصير أحسن وأسرع لكم. بنضيف كل مرة قلت لكم الطحين وبدي أقطعها قدامكم. فيكم تقطعوها يا إما بالطول أو بتقطعوها يعني مربعات صغيرة مثل ما أنا عملت بالفيديو. أوكي حبايبي، ما حبايبي بقية وصفتنا قلت لكم في كل مرة لازم نضيف الطحين حتى ما تلزق العجينة معانا. وأنا رح أخلص كل كمية العجينة مع بعض، وقلت لكم فيكم تستبدلوا العجينة هاي بالبيت، فيكم تستبدلوها بالباستا الجاهزة يعني إذا ما في وقت يعني. وهون عندي أنا الصينية حطيت فيها كمان كمية كتير منيحة من الطحين، وحطيت العجينة اللي قطعناها. ودايما نضيف الطحين، مهم جدا هاي الخطوة. نكمل حبايبي، خلينا العجينة ترتاح عجنب ونكمل بقية الوصفة. هون عندي البصل رح أحمصه على الغاز، بده ياخد لون هذا الذهبي الحلو، ما بدناش إياه يكون كتير غامق حتى ما يكون طعمه فيه المرار. ونكمل وصفتنا مع بعض. الوصفة شوية طويلة بس مش صعبة، بس هي أكتر من خطوة. هون أنا شلت البصل وبدي أحطه على ورق المطبخ، ومهم جدا بس نحطه بنوزعه حتى ما يلزق مع بعض. أوكي، وبنفس المقلة حبايب قلبي بدي أقلي شوية من العجينة هاي، بدنا نزين بيها الطبق بالأخير وقت التقديم. ونكمل وصفتنا. هون عندي تمر هندي، مهم جدا التمر هندي في هاي الوصفة. أنا رح أنقعه في المي وخليه على جنب وحتى بعدين نكمل بقية الوصفة. أوكي، هون بطنجرة على الغاز عندي العدس، تقريبا كوبين من العدس الأخضر. هذا الحبة اللي تكون شوية كبيرة، ما بينفع العدس الأحمر اللي بنعمل به الشوربة. هذا العدس اللي يزبط للحرق إصبعه. العدس مغسول بس يعني مش منقوع. أوكي، هون رح أضيف أنا كمية من المي، تقريبا 1.5 لتر من المي لأني حطيت كمية منيحة من العدس. ونخليه يستوي تقريبا 3/4 استواء على الغاز. أوكي، بدنا إياه يكون مستوي على الآخر لأنه بعدين بدنا نضيف العجينة فرح يكمل استوى مع العجينة. ماشي حبايب قلبي، وصفة كتير زاكية على فكرة وكتير طيبة، إذا جربتوها رح تحبوها. هون خطوة كمان مهمة، قبل ما يغلي العدس هاي الطبقة بنشيلها. ماشي حبايب قلبي، وبعديها نكمل الوصفة حبايبي. بدنا نضيف بعدين التمر هندي، ومهم جدا انكم تصفوه كتير منيح، كتير 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 منيح. وبأكد عليكم انكم تصفوه لانه فيه بذور ما بدناش اياه تكون موجودة بالطنجرة. اوكي، كمان دبس الرمان بيعطي كمان نكهة كتير زاكية وكتير طيبة للوصفة. وصفة اكتر من رائعة والنتيجة بتجنن وبتاخد العقل. بهارات بهاي الوصفة بس ملح وفلفل أسود بس، ما بيتيجي فيها بهارات أخرى. هون بدنا نضيف العجينة مثل ما أنتم شايفين. العجينة بنضيفها حبايبي كمان على مراحل. في كل مرة بنضيف العجينة بنضلنا نخلط منيح أو بنحرك كتير منيح العجينة حتى ما بتلزق في بعض، أو كمان حتى ما بتلزق بقاع الطنجرة. مهم جدا هاي الخطوة، ما تحطوا العجينة مع بعض. أنا دايما بضلني أقول لكم كل الخطوات حتى تجيكم الوصفة صحيحة. ماشي، بعدين العجينة مع العدس ما بتاخدش كتير وقت، يعني يدوب 10 دقايق حتى تستوي العجينة كتير منيح. والعدس تقريبا احنا عنا مستوي، قلنا 3/4 من الاستواء. هون بدنا نعمل القدحة اللي هي بتعطي كمان زكاوة للوصفة. حطيت هون شوية زيت نباتي، ما تحطوش زيت زيتون.
ما بينفع زيت زيتون مقلي. أوكي، فحطيت زيت نباتي سوري، وحطيت كمية منيحة من الثوم، بقلبهم كتير منيح يدوب شوي. وبعدين بدنا نضيف الكزبرة الخضراء، كمان الكزبرة الناشفة لا ما بتزبط. فبقلب كتير منيح هاي القدحة اللي فعلا يعني بتعطي نكهة كتير طيبة لوصفة حراق إصبعه. هاي الوصفة من أجمل وأطيب وأذكى الوصفات اللي موجودة واللي أنا بموت عليها الصراحة. فهون بدي أضيفها زي ما أنتم شايفين. ديها حبايبي ما راح تاخد كتير وقت، لأنه كل إشي عنا مستوي، يعني يدو ب3 دقايق بالكتير أو 4 بنقلبها كتير منيح مع بعض. وبعدين زي ما انتم شايفينها بالفيديو هون شوية يعني مرقة، بس ما تخافوا، بس تبرد شوي رح تمسك. والوصفة هاي بتتقدم يا إما باردة يا إما سخنة، يعني زاكية في الحالتين. هون رح أورجيكم كيف أنا قدمتها. وصفة كتير طيبة وكتير بتاخد العقل، والريحة الطبق هاد بيجنن والطعم خرافي. جد جربوها واكتبولي، وأراءكم دايما بتهمني. وشكرا كتير إلكم، وشكرا لأطباقنا وأكلاتنا العربية، وأنا من عشاق الأكلات العربية وبحبكم كتير، وإن شاء الله دايما بضلني أنزل لكم كل جديد عندي.